لك أن تصلي في البيت إذا اشتد البرد. في بعض الأحيان يشتد البرد عليك وما تستطيع، أما نحن المناطق الساحلية انتبه، تأتي تقول لي والله صح والله أنا أشعر قدنا برد في الفجر، قال لا نحن بردنا أخف، إلا إذا بعض الناس شعر أنه يخشى على نفسه المرض، هذا شيء آخر. بينه يعني وبين ربه هذا الأمر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مثل ذاك الرجل الذي يأكل البصل من أجل يصلي في البيت، ليس أنها رخصة أو اشتهى البصل أو أنه مريض، حتى لو اشتهيت البصل وأكلته لا بأس، لكن ليس ذلك ذريعة بأنك تريد أن تصلي في بيتك وأنك كسلان. فالدليل على ذلك كما جاء في حديث حذيفة في ليلة باردة أمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي الصلاة صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. وحديث نعيم النحام وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين قال كنت في لحافي على مرض امرأتي وكان البرد شديدا، قلت لو أنه قال ومن قعد فلا حرج، أي المؤذن قال، فقال ومن قعد فلا حرج. صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في الرحال، الصلاة في الرحال، ومن قعد فلا حرج. هذه الألفاظ كلها تقال في المطر كما في حديث ابن عمر، وتقال في البرد كما في حديث حذيفة بن اليمان. وهذه الألفاظ تقال في 3 مواضع من الأذان، اختار واحدا من هذه المواضع كلها جائزة. إما أن تقول بدلا من حي على الصلاة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، إلى آخر الأذان. أو أنك تقولها بعد حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أو أن تقولها بعد الفراغ من الأذان كله، بعد أن تقول لا إله إلا الله تقول صلوا في رحالكم، صلوا في تقولها مرتين. حتى ومن قعد فلا حرج تقولها مرتين، ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج. بس لو قلناها هنا ربما بعض الناس، لكن خلاص قد ألفوا على صلوا في رحالكم. فالمقصود أنها رخصة.